حدث بالفعل. اول طفل ليها ما حطتش PCA وما اهتمتش بالمسكنات ان هي تاخدها او تسال عنها. كانت اول قيصريه ليها جحيم، الضحكه بوجع، النومه بوجع، الرضاعه بوجع، بتعيط من كتر الوجع. نفس الام دي تاني ولاده ليها عملت PCA، سالت وبتقول ان مفيش مقارنه اصلا ما بين هنا وما بين هنا. اتمشت بسرعه، لما الضيوف جولها هي اللي بقت بتضيفهم، الرضاعه بقت كويسه، الحركه بقت كويسه، الجرح بقى احسن. طيب ايه هو PCA وناخده ولا ما ناخدوش؟ طب قبل كل حاجه، هل انت بترشحه يا دكتور؟ انا كدكتور اطفال برشحه وبشده. طب هو عباره عن ايه؟ ده عباره عن جهاز بنملاه مسكنات وبنوصله بالوريد، بيطلع جرعات بسيطه من المسكنات ولكن مستمره. يعني مثلا كل ساعه 5 سم في الوريد، ده بيخلي مستوى المسكن ثابت في الدم. طيب ايه فوائده؟ بيقلل لك الالم، ولما يقل الالم تعرفي تتحركي، ولما تتحركي الجرح يتحسن، وبرده لما يقل الالم نفسيتك تتحسن، ما يحصلش اكتئاب ما بعد الحمل. ساعتها اللبن عندك هينزل. ليه؟ لانك عارفه تقعدي وعارفه تشيلي البيبي في وضع كويس. ده بيفرق خالص عن الام اللي تيجي تشيل تتوجع، نفس تتوجع، ضحكه تتوجع، يمين تتوجع، شمال تتوجع. طب يعني هي هتعيش ازاي بالوجع ده؟ طب السؤال المهم، بيأثر على البيبي؟ ما تقلقيش، طول ما دكتور التخدير اللي عامل لك PCA ما تقلقيش، الدكتور عارف هو بيحط قد ايه وعارف هل هيوصل للبيبي ولا لا. ولما بيتعمل صح ما بيوصلش البيبي غير كميه بسيطه لا تؤثر عليه. يعني ما بينيمش البيبي ولا بيعمل صفرة ولا بيقلل حركه امعاء البيبي لو اتعمل صح. ها تاخدي بقى PCA ولا لا؟